لازانيا بالفراخ والكريمة. حاجة جديدة بس لذيذة تحفة. هي مش جديدة قوي، اكيد في ناس كتير بتعملها، بس طبعا المعروف دايما اللازانيا باللحمة المفرومة والصلصة، وتبقى لونها احمر. احنا عاملينها لونها ابيض بالكريمة النهاردة. الطعم والريحة رهيبة. هنستخدم فراخ فص زي اللي احنا شايفينها. هقول لكم المكونات واحدة واحدة واحنا شغالين. الفراخ ما تكونش صدور رفيعة بانيه، تبقى فص زي دي عشان تبقى المكعبات تخينة وتبان بعد ما تتحمر في اللازانيا. هنقطع الكمية كلها زي ما احنا شايفين كده مربعات اهو. قطعنا الكمية كلها هنخليها على جنب، ونشوف الخطوة اللي بعد كده. هنجيب طاسة او صينية زي اللي احنا شايفينها او اي حاجة نستخدمها. هنحط 3 4 معالق زبدة كبار كده وحلوين، معلقة زيت او معلقتين زيت. بصل متقطع مكعبات، مش شرط يبقى صغير قوي او ناعم قوي. معلقتين توم مفروم زي ما احنا شايفين. يعني اول ما البصل يبدأ يدبل شوية هنحط معلقة التوم المفروم على طول. هنقلب كويس جدا. احنا مش عايزين البصل يغمق، احنا عايزين لونه ذهبي فاتح، والتوم برضو ما يغمقش قوي. هننزل الفراخ على البصل والتوم اللي احنا محمرينهم، وهنقلب كويس جدا لغاية ما تاخد معانا لون ذهبي فاتح قوي. يعني برضو مش هنحمر الفراخ قوي. هنحط بقى بهاراتنا. البهارات اللي احنا هنحطها هتبقى ملح وفلفل اسود، شوية زعتر صغيرين. عندنا مشروم ممكن نزود مشروم، ما عندناش مشروم خلاص. هو النهارده انا عاملاها من غير مشروم، بس بتبقى حلوة جدا لو زودنا عليها مشروم. بتبقى طعم البيكاتا كده، بس جوه المكرونة اللازانيا بتبقى حلوة قوي. جربوها المرة الجاية بالمشروم. هنقلب بقى، نحط الملح والفلفل الاسود وشوية زعتر صغيرين ونقلب كويس جدا. ما تستبعدوش معلقة الزعتر، بتودي الفراخ في حتة تانية خالص. يعني ما تقولوش مش لازم زعتر وفلفل اسود وملح وبس كده، لا. جربوها بالزعتر حلوة جدا وهتودي الفراخ في طعم تاني. هنقلب كويس قوي بقى كل البهارات والمكونات دي مع بعض لغاية ما تستوي مع بعضها. وبعد كده هنحط معلقة توم باودر وبصل باودر. احنا بنحطهمش في الاول لان احنا كده حاطين بصل وتوم، فممكن نستغنى عنهم اصلا. يعني احنا بنحطهم تأكيد نكهة. هنقلب. يعني ايدينا على طول المفروض تبقى النار عالية عشان الفراخ ما تنزلش ميتها. احنا كده خلصناها، هي استوت. هنحط بقى فلفل حامي وفلفل بارد حسب الرغبة، يعني ممكن نحط بارد بس او حامي بس. بس الاتنين مع بعض بيدوا ميكس حلو قوي، وسنة سبايسي كده بتبقى طعمها حلو جدا. كل خطوة هنعملها هنقعد نقلب برضو علشان كل المكونات تمتزج ببعضها. احنا كده بنجرب قطعة فراخ نشوفها استوت ولا لا. شايفين هي لسه لونها فاتح. هنحط بقى علبة الكريمة دلوقتي. الكريمة اخر خطوة، يعني الفراخ لما نتأكد اللي هي استوت هنروح حاطين علبة الكريمة، ويبقى فيها شوية صوص. يعني المية بتاعت الفراخ ما تخليهاش تنشف قوي، يبقى فيه شوية مية لسه. هنجيب في حلة تانية نعمل بقى صوص البشاميل. هنحط معلقتين او 3 زبدة كبار، هنحط معلقة زيت، لازم الزيت مع الزبدة عشان الزبدة ما تتحرقش. هنحط كوباية دقيق. احنا عايزين صوص البشاميل يبقى خفيف جدا، لان لسه المكرونة اللازانيا هتستوي بصوص البشاميل والمية والصوص بتاعت الفراخ. فاحنا عايزين سوائل كتير شوية عشان المكرونة مش هتتسلق. في لازانيا بتتسلق وفي لازانيا ما بتتسلقش، هو النوع اللي معانا النهاردة ما بيتسلقش. فاحنا عايزين سوائل كتير شوية علشان تسوي اللازانيا معانا. هنعمل صوص البشاميل ونحط عليه فلفل اسود وملح فقط لا غير. صوص البشاميل ما بيحتاجش اي بهارات ولا بصل بودر ولا توم بودر ولا اي حاجة، هو ملح وفلفل اسود. عايزين نزود نكهة ممكن نحط معلقتين قشطة او شوية كريمة، لكن هي ما بيتحطش عليها اي بهارات تانية. هنجيب الصينية اللي احنا هنشتغل فيها ندهنها كويس جدا من تحت بصوص البشاميل. شايفين صوص البشاميل خفيف ازاي؟ يعني احنا عايزينه في السمك كده، مش عايزين بشاميل تقيل. هنرص المكرونة جنب بعضها زي ما احنا شايفين هي كده مش مسلوقة. هنحط بين كل طبقة وطبقة بشاميل خفيف زي اللي احنا شايفينه. بعد كده هنحط طبقة الفراخ، ونزود شوية الصوص بتاع الفراخ اللي في الصينية اللي احنا شايفينه بتاع الكريمة والمية اللي كان موجود. هنحط بقى نوزع توزيعة كويسة، ونحط تاني لازانيا، طبقات لازانيا، بس نحاول نكسر الأطراف اللي أنا كسرتها دلوقتي علشان تبقى الصينية متساوية. هنكرر العملية دي حوالي طبقتين او 3 لغاية ما نخلص الكمية اللي معانا. ونحط الصوص البشاميل، ما ننساش نحط على كل طبقة لازانيا صوص بشاميل الاول، وبعد كده الفراخ بصوص الكريمة. ونحط اخر طبقة
طبقة المكرونة، مش هنحط فراخ تاني على الوش بقى، هنحط صوص البشاميل، هنكتر كتير بقى شوية، هينزل لتحت وهيبقى طالع لفوق كده كمية كويسة. ونحط بقى كمية كويسة جدا من الجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر المبشورة. هنكون مسخنين الفرن على اعلى درجة حرارة قبلها ب10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كده هندخل الصينية وهننزل درجة الحرارة ل180 درجة لغاية ما تاخد الوش الجميل اللي احنا شايفينه، وتستوي من تحت ومن فوق، ونتأكد كويس جدا ان المكرونة استوت. ونقطعها بقى بعد ما تبرد. انا كده استعجلت وقطعتها بدري، بس نستنى شوية عليها حوالي نص ساعة علشان تبقى قطع متماسكة. وهتاكلوا احلى صينية لازانيا بالفراخ والكريمة، وممكن نزود مشروم زي ما قلت لكم. هتاكلوا احلى لازانيا ممكن ما اكلتوهاش قبل كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، واللي يجربها يا ريت يقول لي جربها وطلعت معايا عامله ازاي. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.